بيبدأ الفيلم مع ليلي اللي بتكون حاسة بالوحدة بسبب غياب جوزها كتير عنها، وبيقابلها الأستاذ كاندي المدرس ابنها، بس بيعرف يوقعها في شباكه وبيعمل معاها شاي بحليب. بس احنا عارفين ان اي حاجة حلوة عمرها قصير، وكاندي اللي بيخليها تعيش ايام سودا خالص. بس قبل ما نبدأ الكلام ده كله لازم تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت لسه جديد معايا، ويلا بينا. بيبدأ الفيلم وليلي راح تودي ابنها للمدرسة، وبتكون مشغولة بالكتب اللي في ايديها، وبتتخبط في واحد وهي ماشية، وليلي بتتأسف له لانها ما كانتش شايفاه. بس ابنها بيعرفها ان ده كاندي المدرس بتاعه، وطبعا وقتها بيتعرفوا على بعض. وبعدها بنشوف ليلي مع اصحابها قدام المدرسة، وبيكونوا كلهم عينهم من المدرس الجديد، وكل واحدة فيهم عايزة تشقط المدرس ده بطريقة مختلفة. وفي اخر اليوم بتروح ليلي لبيتها، وبيكون جوزها بيحضر شنطته علشان عنده سفر، فبيجيله ابنه جري علشان يسلم عليه، فبيخبط في اللابتوب بتاع باباه وبيوقعه على الارض، وابوه بيفضل يزعله لحد ما بيخليه يعيط. فليلي بتتخانق معاه عشان شغله واخد كل وقته، ومش بيقعد في البيت معاهم خالص، وكمان مش بيهتم بيها خالص. وكمان بسبب غيابه الكتير بدأت تشك ان جوزها بيخونها. وفي يوم المدرسة بتستدعي امهات التلاميذ، والمدرس الجديد كاندي بيشرح لهم معاملته مع الاطفال بالطريقة الجديدة. بس باين ان جينا صاحبة ليلي معجبة بكاندي قوي، وبتقوله ان هي معجبة بالسلسلة اللي هو لابسها، وبيكونوا كلهم عايزين يشقطوه. فبيفهم الكلام وبيخلع منهم على طول. وتاني يوم بتروح ليلي عشان تاخد ابنها من المدرسة، وهناك قابلت كاندل، وابنها بيقول لها ان المدرس كاندل مهتم بيه قوي، وبيروح بسرعة عشان يجيب شنطته ويمشوا. وبدأت ليلي تتفرج على الأقنعة اللي متعلقة على الحيطة، وهنا كاندل بدأ يشرح لها سر الأقنعة دي، وبيعرف ان كل طفل عمل واحد على مزاجه. بس ساعتها ابن ليلي بيجري جري، وبيخبط في ادوات الرسم الخاصة بكاندل، وبيوقعها على الأرض. وساعتها ابن ليلي كان خايف جدا من كاندل، لكن كاندل بيقول له ولا يهمك يا صغير، ده انت ابن المزة. وليلي قالت لابنها يروح يستناها في العربية، وبدأت تساعد كاندل في لم الحاجة من على الأرض، وبتقوله إن هو بيعامل الأطفال بطريقة حلوة جدا. وهنا كاندل بيستغل الفرصة وبيلمس إيديها، فليلي بتتكسف جدا وبتسيبه وبتمشي. وبالليل ليلي بتكون بتعيط من الوحدة، وكانت بتحاول تتصل بجوزها بيتر، لكن الباشا ما كانش فاضلها. وفي الوقت ده سمعت ليلي جرس الباب بيرن، فبتفتح الباب واتفاجئت بكاندل، فبيقول لها انه جاي لها عشان يديها اللابتوب اللي نسيته في المدرسة. وبتلاحظ ليلي ان قميص كاندل مبلول من المطر، فبتعرض عليه الدخول عشان تنشف له هدومه، فبيقلع كاندل القميص بتاعه، فبتاخد منه القميص عشان تنشفه له. بيقول لها هو انت بتحب تقري في الكتب كتير؟ بتقول له اه، بس جوزها بيشوف ان هي مملة. فكاندل ساعتها بيلاحظ ان ليلي حزينة جدا، وبيسألها عن السبب اللي بيخليها زعلانة وحزينة. فبتحكي له ليلي ان جوزها مش مهتم بيها وعلى طول مسافر، وانها حاسة كمان ان جوزها بيخونها، وكاندل بيكون مهتم جدا ان هو يسمعها. فبتروح ليلي تعمل لكاندل فنجان قهوة، وفي الوقت ده كاندل بيهدي الجو معاها وبيشغل لها اغنية حلوة. فلما رجعت ليلي طلب منها كاندل ان هي ترقص معاه، وفعلا بدأوا يرقصوا سوا. وطبعا المعلم علشان سافل بدأ يقرب منها وبيلمسها بكل هدوء، وهي كان عاجبها الموضوع ومستسلمه خالص. بس كاندل بعد ما باظ الدنيا وخلاها على الاخر راح سابها ومشي، وكانت هتتجنن فيها. وتاني يوم جوزها بيرجع من السفر، وبيكون عنده سفرية تانية وهيسيبها وهي في عز احتياجها ليه. ولما بتكلمه عشان تقوله ان هي محتاجاله بيسيبها وبيمشي، بيكون مش في دماغه اي حاجة خالص. وفي اخر الليل ليلي بتسمع اصوات بره البيت، وفجأة بيرن التليفون بتاعها، وبتكون رسالة من كاندل، وبيقول لها تبص تحت سجادة باب البيت. وفعلا لما بتطلع بتلاقي كارت تحت السجادة، وبعدها بتلاقي مامتها وبتتخض جدا وبتنشف دمها، وبتكون جاية عشان تاخد الواد الصغير يبيت عندها. وبعدها بيجيلها رسالة تانية من كاندل، وبيقولها ان هو مستنيها في الفندق اللي ساب لها عنوانه. وهنا عرفت ليلي ان كاندل عايز يعمل معاها علاقة، فبتقرر ليلي ان هي تروح الفندق. واول ما بتدخل الاوضه بيظهر لها كاندل من وراها، وبيحضنه وهو لابس قناع اسود. ليلي اول حاجه ما كانتش عايزه تخون جوزها وكانت رافضه، بس ليلي من كتر احتياجها ضعفت واستسلمت، وسابت كاندل يعمل اللي هو عايزه. وطلبت من كاندل انه يشيل القناع بتاعه، فبيجيب كاندل ورده حلوه ويمشيها عليها، وعملوا علاقه مع بعض. ولما قامت من النوم ما لقيتش كاندل موجود جنبها ولا حتى في الاوضه، ولبست هدومها بسرعة وسابت الفندق. وبعدها كل ما ليلي تشوف كاندل في المدرسة كانت بتتجاهله، والحظها الوحش صاحبتها بتشوفه وهي ماسكة ايد كاندل. وبعدها كاندل بيفضل يبعت لها رسائل على تليفونها، وبيكون مصمم ان هو عايز يشوفها تاني، بس برضه ليلي كانت بتتجاهله، وبتكون حاسة ان هي ندمانة قوي على اللي هي عملته معاه. وساعتها بيرجع بيتر من السفر، وكان عايز يعمل لها مفاجأة وكان لابس قناع. وطبعا هي افتكرته كاندل وكانت مرعوبة خالص، لكن عدى الموقف بسلام، وعرفته ان هي بتغير عليه وان هو بيوحشها لما بيسافر. وبنكتشف ساعتها ان اللابتوب متهكر وكل حاجة عارفها كاندل عنها. وبيطلب منها جوزها ان هي تجيب الشنطة من العربية، بس الغريبة ان هي لما بترجع بتلاقي وردة على باب البيت، وبتكون مبسوطة بيها لان هي فاكرة ان جوزها هو اللي جايبها لها. بس بتتصدم لما بيكون جوزها هو اللي فاكر ان هي اللي جايبها له، بس احنا طبعا عارفين الوردة دي مين اللي جايبها. وتاني يوم في المدرسة صاحبتها بتوقفها ان هي شافتها مع كاندل، ومينفعش تعمل كده علشان هي متجوزة.
ولما ليلي بتدخل المدرسة بتقابل كاندل وبتقول له ان هو لازم يبعد عنها علشان اللي حصل ده كان غلطة مش اكتر ولا يمكن تتكرر تاني. وكمان صاحبتها بتهددها فبيسيبها ويمشي. وفي اخر اليوم لما بتتجمع هي واصحابها بيكونوا عارفين كلهم ان كاندل مرتبط بواحدة بس مش عارفين هي مين بالظبط. وفي الوقت ده وهم واقفين بتيجي عربية اسعاف وبنلاقي ان كاندل طلع ببنت الست اللي هددت ليلي. تفتكروا بقى دي كانت صدفة ولا كاندل هو اللي عامل الموضوع ده؟ وفي يوم ليلي وبيتر كانوا بيتفرجوا على فيلم سوا بس بيجي تليفون لجوزها فبيقوم علشان ياخد راحته في الكلام. لكن غريبة بقى ان ليلي بتلاقي حاجات بتتحرك من مكانها فبتقوم علشان تبص من الشباك وتشوف فيه ايه بره. بس جوزها بيجي من وراها وبيخضها وينشف ريقها. ووقتها بتلاقي الورد زاد وردة حمراء فبتتضايق وبتاخد الورد ده كله وبترميه بس بتهدي نفسها وبتروح تكمل الفيلم مع جوزها. وتاني يوم كالعادة ليلي بتروح تودي ابنها المدرسة لكنها بتتفاجئ بوجود بيتر مع كاندل في المدرسة وبيعرفها انه كان في اجتماع معاه لان تليفونها كان مقفول. وساعتها ليلي بتكون متضايقة جدا بعكس جوزها اللي بيكون مبسوط. وبعدها بيتر بيسافر مرة تانية علشان شغل وبالليل ليلي بتكون قاعدة مع ابنها في بيتها وكاندل بيفضل يبعت لها رسائل بيقول لها ان هو هيشوفها ويعزمها على العشاء. لكن ليلي بتقوله ان هي علاقتها معاه انتهت وكل واحد المفروض يروح لحاله. وهي بتكلم ابنها شافته لابس السلسله بتاعت كاندل وطبعا قلعته السلسله بس فجاه لقيت كاندل ورا شباك البيت واترعبت جدا وقتها وخافت اكتر لما شافت الورد اللي رميته موجود مكانه تاني. وساعتها جرس الباب بيرن وبتتفاجئ بصاحبتها اللي بتقول لها ان هي عازماها على العشاء لكنها بتكون رافضه الموضوع ده رفض قاطع. بس صاحبتها بتفضل تتحايل عليها فبتروح معاها بس بتكون مفاجاه ان جوزها مستنيها وبيكون مظبط مع صاحبتها انها تجيبها. لكن اللي ضايقها وقتها ان عرفت ان كاندل معزوم معاهم على العشاء وبيكون واضح على ليلة التوتر ساعتها فبتستأذنهم انها تروح الحمام. بس كاندل بيروح وراها الحمام وبيزنقها هناك وبيجبرها ان هي لازم تعمل معاه مقابلة تانية. لكن ليلي بتكون خلاص كرهته ومش عايزة اللي حصل يتكرر تاني وبتفضل تزعله وبتسيبه وتمشي. وتاني يوم بالليل ليلي بتقول لصاحبتها على المشكلة اللي هي فيها وحكت لها الموضوع كله من اول اللعب اللي نسيته في المدرسة لحد الفندق واللي حصل فيه. وليلي بعدها بتسيبها وتدخل البيت بس بعد ما دخلت بتلاقي الباب بتخبط فبتفتكر ان صاحبتها بتخبط عليها لكنها بتتفاجئ بكاندل وبتخاف على طول وبتقفل الباب. وقتها جوزها بينزل على صوت صريخها فلما بيفتح الباب بيلاقي كاندل واقف بره فبيعزمه انه يدخل جوه يشربوا حاجه سوا. لكن ليلي مش بتوافق وبتطرده بره البيت. ولما بتدخل هي وجوزها بتشوف كاندل واقف بالقناع بتاعه بره فبتصرخ ليلي تاني وبتقول لجوزها ان هي شافت كاندل ورا الشباك شكله كده كاندل هيجننها قريب. فبنرجع لليلي بالليل وبنلاقيها سمعت حد قدام الباب تاني فلما بتفتح بتلاقي برضه ورده وبتكون عارفة ان هي من كاندل فبتصرخ وبترميها. بعدها صاحبتها بتكون رايحة تشتري بيت وبيكون الكهرباء قطع فيه وبتدخل تتفرج على البيت على نور الموبايل وبتتخض لما بتلاقي قناع موجود على الرف. وساعتها بتظهر لها واحدة وبتخضها وبتقولها ان صاحبة البيت ماتت هي وبنتها فيه. وتاني يوم ليلي بتقابل صاحبتها عند المدرسة وقالت لها ان هي امبارح كانت بتدور على بيت وعرفت ان صاحب البيت ده اسمه ديفيد كاندل ومراته اسمها روز. فبتقول ليلي ان هي تاخد حذرها لان هو شكله مجنون كده وهيموتها. بعدها ليلي بتكون قاعدة مع ابنها وبتطلع اوضته عشان ينام بس ساعتها بتسمع صوت حوالين البيت تاني فبتاخد حاجة كده علشان تدافع عن نفسها وبتطلع تشوف مين اللي واقف بره. وساعتها بتشوف عربية منورة نور شديد واول ما بتبص على البيت بتلاقي كاندل موجود بالقناع جوه البيت فبتجري عليه بسرعة عشان خايفة على ابنها اللي جوه لكنها بتقع على الارض وكاندل بيقفل الباب في وشها. بعدها بنشوفها هي في المستشفى وبتكون منهارة من العياط وبتعترف لجوزها عن كل حاجة حصلت مع كاندل. فجوزها بيقولها ان هو ممكن يكون سبب في اللي حصل ليها. وساعتها ليلي بتفقد الوعي وبتدخل في كوابيس وبتحلم بكاندل وهو بيموتها. تاني يوم صاحبتها بتروح تتفرج على البيت اللي هتشتريه تاني وساعتها بتاخد ضربة على دماغها وبتقع. بعدها بتكتشف ان كاندل هو اللي ضربها وبيضربها بالجزمة على وشها وبيغمى عليها. وتاني يوم بيتر جوز ليلي بيعرفها ان ابنها تايه في رحلة المدرسة ولما بتروح هناك بتلاقي الشرطة بتدور عليه فبتسألهم ليلي عن كاندل لكن هما بيقولوا لها ان كاندل مش موجود في الرحلة وانهم بيدوروا على ابنها وهيقدروا يجيبوه على طول. فبترجع عربيتها بسرعة وبتفتح جواب من بتوع كاندل وبتلاقي فيه عنوان مكان تبع كاندل فبتروح على المكان ده على طول بس بتوصل بالليل. وساعتها كاندل بيظهر من وراها وبيضربها وبيقول لها ان هي لازم ترجع له وشكله كده كاندل بيكون مريض. فليلي بتقدر تضربه وبتجري فبتدخل البيت بسرعة عشان تدور على ابنها لكن كاندل بيقدر يوصل لها ويضربها تاني. بس علشان تقدر تخرج من الموقف ده بتقول لكاندل ان هي بتحبه وبيكون كاندل مريض وبيتخيلها ان هي مراته اللي ماتت قدامه وبتستغل ليلي الفرصة دي وبتضربه بإزازة مكسورة وبتحاول تهرب منه. بس المرة دي كاندل كان هيموت ليلي بجد لكن بيجي بيتر جوزها وبينقذها في اخر لحظة وبيضربها على ساعة البيسبول على دماغه. بس لما يروحوا يدوروا على ابنهم في البيت بيلاقوا كاندل ماسك ابنهم وحاطط السكينة على رقبته فبتترجاه ليلي ان هو يسيب ابنها وياخدها هي مكانه. واول ما بيقرب منها بترش ليلي اسبريش شطة في عينيه وبتيجي الشرطة وبتقبض عليه وقدرت ليلي ان هي تتخلص منه ومن شره. وانا بيخلص الفيلم يا صديقي متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة ونتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.